ازيكم عاملين ايه؟ This is دكتور شيماء. هقول لكم على وصفه رهيبه وجباره جدا في سد الشهيه. كلنا عارفين ان العدو الاول للدايت هو الجوع. طول ما انت حاسس بالجوع في الدايت بتاعك، طول ما نسبه الريسك ان انت ترغبط في الاكل او تعك في الاكل بتكون كبيره قوي. من فتره حد كلمني ولنفترض مثلا ان اسمها سلمى، وكانت بتشتكي من الحاجات اللي هقول لكم عليها دي. كان عندها مقاومه انسولين، شراهه للاكل مش طبيعيه، طول الوقت عماله تاكل تقريبا، ومهما كلت ما بتشبعش ابدا، مش قادره تتحكم في كميات الاكل بتاعتها. هي بتقول لي يا دكتوره انا طول الوقت كنت تقريبا حاسه ان انا جعانه جدا، طول الوقت حاسه ان انا عايزه اكل، حتى لو مش جعانه قوي برضو عايزه اكل، عايزه اطلع طاقتي في الاكل، عايزه اطلع زهقي في الاكل. بيحصل لها شراهه للحلويات بطريقه رهيبه جدا. كمان ما كانش عندها الطاقه انها تتمرن. كانت بتقول لي ان هي كل مره كانت تقرر ان هي تتمرن ما كانتش تقدر تكمل تمرين او ما بتقدرش اصلا انها تتمرن. بتقول لي انا كل يوم كنت حرفيا بقوم من النوم مقرره ان انا النهارده لازم هبدا دايت، العب رياضه وابدا ان انا اظبط النظام الغذائي بتاعي، بس للاسف ما بقدرش. باجي على اخر اليوم الاقي نفسي كلت حلويات كتير، الاقي نفسي طول الوقت عماله اكل وطول اليوم عماله اكل، وكل يوم انام واصحى على نفس الحاجه، بس للاسف ما بقدرش اكمل للاخر وما بقدرش انفذ اللي انا بقوله لنفسي كل يوم. فبقى الموضوع عندها اصبح فوبيا، يحصل لها ضغط نفسي شديد قوي. طبعا بعد ما اتكلمنا نصحتها ان هي تجرب مشروب سد الشهيه اللي هقول لكم عليه النهارده في الفيديو، تجربه فتره شهر وتيجي بعد الشهر تقول لي هي عملت ايه بالظبط. طبعا النتائج كانت مبهره جدا معاها، كل حاجه عندها اتغيرت، بدات تقلل كميات اكلها للنص، بدات تحس بالشبع كمان بسرعه، بدا مقاساتها ان هي تتغير ووزنها بدا ينزل، وبدات تحس بالفرق، بدات نفسيتها تتحسن، طاقتها للرياضه تبقى احسن، بدات تعرف تصوم ما بين الوجبات. الاول كانت تاخد سناكس كتير قوي وتقعد تلقط ما بين الوجبات، اي حاجه تقابلها تقعد تاكلها. الجوع العاطفي قل عندها جدا، بقت شبعانه، بقت بتحس بالشبع، وده في حد ذاته ممتاز جدا في الدايت، لان زي ما قلنا في اول الفيديو عدو الاول للدايت بتاعك هو الجوع، انك تبقى جعان. فالحمد لله بفضل الله هي دلوقتي مقاساتها بدات تتغير، بدات تخس وبدات فعلا تنزل في الوزن. طبعا الوصفه كمان بتحفز حرق الدهون في جسمك بصفه عامه، خصوصا دهون البطن ودهون الارداف. قبل ما نتكلم عن الوصفه نفسها تعالوا اقول لكم على المميزات بتاعه الوصفه اللي هتخليكم تقفلوا الفيديو من هنا تبداوا من بكره تطبقوا الوصفه دي في نظامكم الغذائي على طول عشان تساعدكم في نزول الوزن. اول حاجه واول ميزه في الوصفه دي ان هي تحسسك انك شبعان جدا. يا جماعه انتوا مش متخيلين بتحسوا بالشبع فعلا ازاي، لدرجه ان انت ممكن حتى ما تبقاش عايز بعديها تاكل، تفضل مشبعاك حتى لساعات طويله بعد اخدانها. بتخليك قادر انك تتحكم في كميات الاكل بتاعتك، بتخليك تشبع بسرعه جدا. فخلاص انت اوريدي حسيت بالشبع، فمش هتاكل كميات كبيره، بالتالي هتكون قادر تكمل في الدايت بتاعك او النظام بتاعك اللي انت ماشي عليه دلوقتي، فتبدا ان انت تخس ومقاسات جسمك تتغير. تاني حاجه انك هتحس ان الجهاز الهضمي بتاعك اتحسن جدا، الهضم عندك بقى احسن، القولون بتاعك كمان هيكون احسن بكتير جدا من الاول، لان في ناس كتير قوي بتعاني من اضطرابات في الجهاز الهضمي واحنا بنبدا دايت ويبدا يحصل لنا امساك ويبدا يحصل لنا مش عارفه ايه. الوصفه دي هتساعدك انك تنظم الهضم عندك. الحاجه الثالثه زي ما قلت ان هي هتقلل عندك الامساك. لو انت شخص طبيعي ممسك اصلا حتى من غير دايت انت عندك امساك، الوصفه دي هتساعدك ان هي تحل المشكله بتاع الامساك بتاعك. ولو انت اصلا بيحصل لك امساك وانت بتعمل دايت، الوصفه دي برده هتساعدك ان هي تفك الامساك ده. مع الانتظام عليها هتلاقي الامساك عندك هدي خالص. رقم 4 ان هي هتزود حرق الدهون عندك في الجسم، خصوصا الدهون العنيده في الجسم، كمان دهون البطن والارداف. هتلاقي مقاسات بطنك بدات تتغير، هتلاقي دهون الارداف عندك بدات تتحرك، وهيبدا المقاسات في المنطقتين دول يتغيروا. ليه؟ لان ده اصلا في مكوناتها، هي مكونات الوصفه ان هي بتزود حرق الدهون في الجسم. رقم 5 مناسبه جدا للمرضعات والسيدات اللي هم لسه قايمين من الولاده وعايزين ينزلوا في الوزن، حصل لهم مثلا زياده في الوزن كبيره قوي وقت الحمل او حتى مع الرضاعه طبيعيه حصل لهم زياده في الوزن. الوصفه دي هتساعدك انك تبداي تقللي كميات الاكل بتاعتك، هتساعدك ان انت ما يحصلكيش شراهه للسكريات زي ما بيحصل او مشهور قوي في وقت الرضاعه الطبيعيه. عايزه اقول لك ان الوصفه دي ساعدتني انا بصفه شخصيه بعد الولاده ان انا اقلل كميات الاكل بتاعتي، ان انا ما يحصليش كريفنج للحلويات، ساعدتني كمان ان انا ما اعكش ما بين الوجبات، كمان هتحميكي من الجوع الشديد اللي بيحصل لك وانت بترضعي. الميزه السادسه ان انت لو شخص طبيعته بالليل بيبقى جعان جدا، بتيجي مثلا طول النهار قادر تمسك نفسك وبالليل بيحصل لك جوع شديد قوي ويبدا يحصل لك كريفنج بقى للحلويات وعايز تاكل كتير وعايز تاكل عيش ومكرونه ورز كتير بالليل، الوصفه دي هتساعدك ان هي تسد الشهيه عندك، ان هي تخليك مش قادر ان انت تاكل اصلا، او لو حتى كلت
ما تاكلش كميه كبيره جدا من الاكل مره واحده. كمان لو انت عايز تقلل الوجبه بتاعتك لنص، يعني انت مثلا بتحب تتعشى بالليل بس مش عايز تاكل كميه كبيره من الاكل او تقلل الوجبه بتاعتك للنص، هتاخد الوصفه دي قبلها بربع ساعه، هتلاقي نفسك كلت كميه قليله من الاكل، فده هيساعدك انك تخس اكتر. رقم 7 مميزات ان هي بتساعدك ان يبقى عندك طاقه وقدره ان انت تتمرن. في ناس كتير قوي وهم بيعملوا دايت بيحسوا نفسهم بداوا يفرهدوا، ما عندهمش الطاقه ولا القدره ان هم يقوموا يتمرنوا، بيبقوا كسلانين. الوصفه دي لما بتاخدها تخليك نفسك احسن، تبدا تحس ان انت عندك طاقه وعندك القدره انك تقوم وتبدا تتمرن. بالعكس انت الوصفه دي هتساعدك انك تكمل التمرين بتاعك كمان للاخر، وبتخليك تبقى قادر تنجز اللي وراك. الميزه الثامنه ان انت لو حصل لك جوع في الوقت اللي انت مش عايز تاكل فيه او مش الميعاد بتاع الوجبه بتاعتك، هتاخد الوصفه دي وبعديها هتحس بالشبع على طول، بحيث ان انت تاجل شويه ميعاد الوجبه بتاعتك ايا كان السبب، تاخد الوصفه دي على طول بعديها هتحس بالشبع على طول. الميزه التاسعه ان انت لو حصل لك جوع شديد، يعني انت بقالك فتره كبيره قوي من الوقت ما اكلتش وبدا يحصل لك جوع شديد قوي، انت جعان جدا لدرجه انك عايز تاكل اي حاجه قدامك، هتاخد الوصفه دي في وقتها تبدا تحس ان انت شبعت، تخليك شبعان لدرجه ان انت هتبدا تختار نوعيات الاكل اللي انت تقدر تاكلها، هتخليك مايندفول في اكلك. لان احنا طبيعتنا لما بيحصل لنا جوع شديد قوي بيبدا الجسم يدور على اي مصدر سريع للطاقه، زي مثلا السكريات البسيطه والحلويات والكلام ده. فانت الوصفه دي لو حسيت بجوع شديد تبدا ان انت تاخدها، بعديها على طول هتبدا تحس انك شبعت، فتبدا تهدى وتبدا انك تفكر ايه الوجبات بالظبط المناسبه للنظام اللي انت ماشي عليه دلوقتي عشان تاخدها. فالوصفه دي هتخليك تفكر ايه الاكل الحلو او الكويس ليا وصحتي اقدر اخده، وايه الاكل اللي هو هيبوظ لي الدايت اللي انا ماشيه عليه او النظام اللي انا ماشيه عليه دلوقتي فاتجنبه وما اخدوش، فما تلخبطش في الاكل ولا تعك في الاكل. الميزه العاشره في الوصفه دي ان الوصفه نفسها بيبقى فيها نسبه كبيره جدا من الالياف، فبالتالي الالياف دي لما بتنزل المعده عندك بتنفش في المعده، بتعمل بالك في المعده. ايه الميزه في كده؟ ان انت لما معدتك تكون مليانه بالالياف اي اكل هتاكله بعديها مش هيعلي عندك سكر الدم، بمعنى ان الاكل اللي انت هتاكله بعد الوصفه دي هيبقى امتصاصه بطيء للدم، فمش هيزود عندك نسبه السكر فجاه في الدم، فمش هيزود عندك هرمون الانسولين ويحصل انسولين سبايك، وهو ده المطلوب للناس اللي عندهم مقاومه انسولين او تكيسات في المبايض. الهدف الاساسي مثلا لمريض مقاومه الانسولين ايا كان الدايت اللي هو ماشي عليه ان انا ما استفزش هرمون الانسولين في الدم، ان انا اكل اكلات ترفعليش السكر فترفع لي هرمون الانسولين وتستفزه. عشان كده الوصفه دي مناسبه جدا للناس اللي عندهم مقاومه او تكيسات في المبايض او لمرضى السكر، الناس اللي عندهم شراهه للاكل وكمان اضطرابات الاكل، الوصفه دي ممتازه جدا ليهم. طيب عرفنا دلوقتي ايه مميزات الوصفه، تعالوا نتكلم مع بعض مشروب سد الشهيه بتاعنا عباره عن ايه. اول حاجه هنستخدم ليمون، والليمون طبعا معروف ان هو بيزود حرق الدهون في الجسم بصفه عامه وممتاز جدا في حرق دهون البطن ودهون الارداف. تاني حاجه هنستخدمه هو خل التفاح العضوي غير المفلتر، وخل التفاح العضوي ممتاز في تنظيم سكر الدم، بيساعد ان مستوى السكر يكون ثابت في دمك، بيزود حرق الدهون في الجسم خصوصا دهون البطن وبرده دهون الارداف. تعالوا مع بعض نعمل الوصفه سوا ونكمل باقي المكونات بتاعتها مع بعض. نركز مع بعض واحنا بنعمل الوصفه عشان تمشوا على الخطوات اللي انا هعملها بالظبط. وبعد ما نعمل وصفه ما تقفلوش الفيديو، هنرجع تاني عشان نعرف الوصفه هناخدها امتى بالظبط وناخد بعديها ايه بالظبط. اول حاجه هنجيب ليمونه ونعصرها، بعد كده معلقه كبيره من خل التفاح العضوي غير المفلتر، والاتنين ممتازين جدا في حرق دهون الجسم وتنظيم الهضم. بعد كده هنحط 300 مللي ميه، بعد كده معلقه ونص كبيره من قشور السيليوم ونقلب كويس قوي. قشور السيليوم مليانه الياف هتشبعك قوي لفتره طويله، لازم تجربها بنفسك. المفروض ان انا بعد ما اخد الوصفه دي المفروض ان انا اعمل ايه؟ اول حاجه لازم اعملها بعد ما اخد الوصفه ايه؟ ان انا لازم اشرب بعديها ميه كتير جدا، نشرب بعديها كوبايتين ميه كبار، وبعد كده بنفضل كل شويه نشرب ميه. السؤال التاني، باخد الوصفه دي امتى وكام مره في اليوم؟ باخدها امتى؟ باخدها قبل الاكل بربع ساعه على الاقل. باخدها كام مره في اليوم؟ باخدها من مرتين ل3 مرات في اليوم بنفس الطريقه اللي احنا عملناها بيها بالظبط. الحاجه الثالثه، ما ينفعش ابدا تاخد الوصفه دي قبل النوم، لازم تاخدها على الاقل قبل النوم ب3 ساعات. ليه؟ لان زي ما قلنا احنا لازم نشرب بعد الوصفه دي ميه كتير قوي، فما ينفعش تاخدها قبل النوم على طول. الحاجه الرابعه ان الوصفه دي ممكن تعمل لك انتفاخات شويه في الاول، وده طبيعي جدا في الاول لان انت بيبقى عندك مشاكل في المعده وفي القولون في الاول نتيجه الاكل غير
الصحي اللي انت كنت ماشي عليه، لكن مع الاستمرار عليها تبدا الانتفاخات والغازات دي تروح، بالعكس هتلاقي الهضم عندك بقى احسن. الحاجه الخامسه ان انت بعد الوصفه دي لازم تتمضمض كويس قوي 3 مرات. طيب ليه؟ لان خل التفاح العضوي ده عباره عن حمض، والحمض ده لما بتشربه ممكن ياثر على المينا بتاع الاسنان بتاعتك، عشان كده بعد ما تاخد الوصفه لازم تتمضمض 3 مرات. الحاجه السادسه ان انت لازم تاخد مشروب سد الشهيه على طول، يعني اول ما تحضره تشربه على طول، ما ينفعش تسيبه في الثلاجه فتره طويله، ما ينفعش ان انت تاخده وتركنه فتره وبعد كده تشربه، لا لازم يتحضر في نفس الوقت اللي هيتشرب فيه على طول. وده ليه؟ لان هو عباره عن الياف، لو انت سبتها شويه هتلاقيها بدات ان هي تتقل في الميه فمش هتعرف تشربها ابدا، فلازم تشربها اول ما تحضرها على طول. الحاجه اللي بعد كده ان الوصفه دي ممنوعه للناس اللي عندهم مشاكل في المعده زي الانسداد المعوي او قرح في المعده او ارتجاع، الوصفه دي ممنوعه ليك. هنزل لكم وصفه تاني مناسبه اكتر ليكم في الفيديوهات اللي بعد كده. لازم يكون ما بين مشروب سد الشهيه واي دواء انت بتاخده 3 ساعات على الاقل، لانك لو خدت الدواء معاه ده هيقلل امتصاصه، يا اما الدواء يكون قبليه ب3 ساعات او الدواء يكون بعديه ب3 ساعات. حقيقي الوصفه دي من الوصفات اللي ساعدتني انا بصفه شخصيه عشان اقدر ان انا احافظ على وزني واقدر اكمل على النظام اللي انا ماشيه عليه دلوقتي، وساعدت ناس كتير قوي خدوها وفرقت معاهم قوي في الوزن، فرقت معاهم ان هم يحسوا بالشبع اللي كانوا ما بيحسوش بيه وهم ماشيين على النظام بتاعهم. جربوا الوصفه واكتبوا لي في الكومنتات تحت وزنكم دلوقتي كام، وجربوا الوصفه لمده شهر، وبعد الشهر تعالوا قولوا لي الوصفه فرقت معاكم ساعدتكم ان انتوا تنزلوا في الوزن وتحافظوا على النظام اللي انتوا ماشيين عليه دلوقتي. استنى رايكم، ولو في اي سؤال ليكم اكتبوا لي في الكومنتات تحت.